السلام عليكم المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. كي بقيتوا لاباس عليكم مزيانين؟ كي بقيتوا مع الفاجعه اللي جاتنا ديال الزلزال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والله يرحمهم ويرحم الشهداء كاملين، والله يصبر اهاليهم، والله ينصر سيدنا، الله يطول عمره وربي يخليه لينا، والله يحفظ الاسره الملكيه ان شاء الله يا ربي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوه اقتصاديه بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، هو على الأبواب إن شاء الله. المقادير كالتالي. المهم أنا عندي هنا الطحين على حسب الخليط، عندي الزبدة لدة، عندي 4 الفرماجات مثلثات، 4. عندي هنا شوية سيترون محكوك، حامضة تقريبا كاملة محكوكة. في عود الحامض ما كانش عندكم سيترون ديروا ساشي د الفاني أو ديروا 2 معالق كبار ديال الكوك اللي عندنا في الدار موجود. هنا عندي رشيشه ديال الملح، هنا عندي شويه ديال الخميره ديال الحلوه، عندي 2 بيضات، عندي كاس ديال النشا ديال المايزينا. هنا غادي نحتاج غير 3 المعالق ولا 4 ديال السكر كلاصي، وكذلك الزيت عاوتاني جهد 3 المعالق او مهم نص كاس. صافي هذا هو اللي كاين. هذه القوام اللي عندي في هذه الحلوه، وغادي نخرج بها 2 كيلات ان شاء الله بحول الله. على بركه الله. غادي ندير معها رشيشه ديال الملحه، غادي ندلكها شويه مزيان باش نتحصلوا على عجينه زبده تكون ندلكوها مزيان باش تعطينا طلوع في الحلوه، ما تبقاناش دابا راه بدا كيبرد الحال. صافي غادي نزيد عليها السيترون، قلت لكم الا ما كانش الحامض من الاحسن ديروا عاوتاني الفاني او الكوك. غادي ناخذ هنا عندي 3 حتى ل 4 المعالق ديال السكر، 2 3 ها 4 المعالق. بغيتو ديروا 3 ديروا 3، انا درت 4. صافي غادي نخلط هذا الخليط مزيان اللي درت ديال الملحه والسيترون ديال الحامض محكوك، لحقاش المذاق ديال الحامض كيعطي واحد لوغو في الحلوه، كيجي غزال كتجي واحد اللذه منها ما كاين. ان شاء الله هاد الذكرى ديال عيد المولد النبوي ان شاء الله تدخل علينا بالصحه والهنا وعلى الامه الاسلاميه كامله ان شاء الله، والله يبعد علينا اي بلاء في بلادنا الحبيب. دابا غادي نزيد البيض، 2 بيضات، بسم الله. نزيدوا البيضه الثانيه. البيض دائما يكون عندنا سخون بحراره المطبخ. انا غادي نخلط مزيان هاد المكونات كامله. غادي نزيد عليهم كاس ديال المايزينا، كاس ديال النشا، ونزيد عندي 4 الفرماجات، ونخلط مزيان هاد المكونات كامله. حاولوا غير بشويه، راكم عارفين المايزينا خفيفه كتبقى طير. وغادي نزيد الزيت القياس باش نقول لكم غير نص كاس بلا ما نعطيكم بالمعلقه. غادي نديرو غير نص ديال كاس الزيت. هانتوما شفتوا، بسم الله. صافي غادي نخلط العناصر كامله هكا. غادي نضيف الطحين غير بشويه ونخلط، ونزيد هنايا راه عندي ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، عندي غير الربع ديالها. هادشي اللي غادي نحتاجو، ما غاديش نحتاجو خميره بزاف ديال الحلوه. انا نزيد الطحين حتى تجمع لي العجينه، ونوريكم السمك ديالها واش المهم ما تجيناش قاصحه ما تجيناش رطبه. صافي نكمل معكم حتى نجمعها ونوريكم الشكل ان شاء الله. العجينه اللي تحصلنا عليها انا غادي نقسمها دابا على 2. العجينه شفتوها
ماشي قاصحه ماشي رطبه باش تساعدنا. انا غادي نقسمها على جوج باش نخرج منها جوج شكيلات على بركه الله. انا غادي نوريكم الشكل الاولاني والثاني. غادي ناخذ على شكل بودان بحال هاد الطريقه هكا. نوريكم غير الشكل الاولاني. غادي ناخذ الفرشيطه نديرها ضروري، هاد الشوكه غنديرها في الطحين نطراسيها بحال هاد الشكل هذا. غادي ندير القطاعه ديالي في الطحين باش ما تلصقليش. غادي نقطعوهم على شكل مقروطات بحال هاد الشكل هكا. بغيتو تكبروا كبروا، بغيتو ديروهم غير صغار ديروهم صغار. هاد الشكل الاولاني ها هو. دابا الشكل الثاني انا غادي ناخذ عاوتاني غير شويه ندير يدي في الطحين. غادي نديروهم على شكل كعب غزاله على شكل هلالات بهاد الطريقه هكا. وغادي نكمل معاكم. بغيتي ديروهم مكورين وديروا شي طابع على شكل ورده مرحبا ما كاين مشكل. انا غادي نكمل بهاد الطريقه ومن طيب غادي نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. دابا فكرت واحد التفكير، قلت انا عود بلا ما نديروا الهلالات. بغيتي ديروهم انا غادي نديرهم بشكل في المشطه راه كيتباعوا. غادي نديرها شويه ديال الطحين هكا مزيان باش ما تلصقناش لاباط. نديروها على شكل دويده. بغيتو ديروا هنا شي شكلاطه هنايا هي عاطيه المنظر في الحقيقه حسن صافي. ونجيبوها بحال هذا الشكل هكا صافي ونلويوها صافي. الشكل الاولاني انا ساليته والثاني انا خدامه فيه. بغيتو ديروهم هلالات مرحبا، بغيتو ديروهم على هذا الشكل. هذه هي المشطه انا مخليها غير الحلوه. كانت زمان هذه ملي كنا صغار اللي شفناها عند والدينا وتفكرتها دابا قلت علاش ما نديرهاش هكا حسن. المهم هذا هو الشكل اللي تحصلت انا عليه. يعني قلت لكم درت الطريقه بحال شكل مقروطه ودرت الشكل الثاني على شكل دويدات من يطيبوا. المهم الشكل هذا غادي نديروا له سكر كلاصي وهذا غادي نديروا له في الراس ديالو ولا نخليوه سامبل نخليوه عادي ولا نديروا له الشكلاط. دابا الفران ديالي هو سخون ديال الغاز واللي عنده الفران ديال الضو يطيبوا على 180 درجه ونكمل معكم ان شاء الله بحول الله. ها نتوما بعد ما ساليت الحلوه ديالي ها الشكل اللي درت شكل دويده درت له الشكلاط والباقي النص درت له سكر كلاصي. المهم ما بغيتوش ديروا سكر كلاصي. المهم اصلا هي في الحلاوه ناقصه بزاف وان شاء الله توجدوها لوليداتكم. وفي هذا العيد المولد النبوي الشريف دخلوا علينا ان شاء الله بالصحه والهنا والمغفره. وبالنسبه شاركت معكم تقنته ديال المنطقه الشرقيه. هذه خلاص راه السفوف، هذه عاوتاني تقنته. وعندنا الزميطه. حنا الزميطه في المنطقه الشرقيه ضروري كيديروها هي وبركوكش. بركوكش راه فايته صورته معكم وفايت زعما كيجي غزال كيجي ما شاء الله كيجي مخير ان شاء الله. هادشي كلشي. هذه بالنسبه لهاد الزميطه هي ديال الشعير. كيحيروه شويه ملي كيكون خضر وكيقليوه وكيطحنوه وكيحيدوا له الصفه. كيديروا التيشه بوحدها وكنديروا الطحين ديال الزميطه بوحدو. المره الجايه ان شاء الله نشاركها معكم فيديو. كيقليو شويه البيض شويه في الزيت العاديه وشويه مليحه غير كتحرحر هذيك البيضه. نديروا المطايب في كاسرونه من بعد عاد كنديروا 2 معالق كبار حتى ل3 في داك الماء اللي غليان. عاد كنزيدوا عليه هذيك البيض اللي محرحر وكنخلطوا جميع العناصر وكتعطينا هذا. هنا كناكلوها بيدينا. شوفوا كتجي غزاله كتجي شهوه منها بسم الله. انا بعدا كتحمقني وكتعجبني. بالنسبه للتقنته سمحوا لي كناكلوها حنا بالتمر. المنطقه الشرقيه راه كيديروها ياكلوها بالتمر او ناكلوها بالمعلقه. كتجي حتى هي زوينه وبالصحه والراحه. ونتمنى لكم عيد سعيد وبالافراح والمسرات ان شاء الله وبالعمر الطويل ان شاء الله يا ربي وتكونوا في احسن الاحوال ونهاركم سعيد وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله.